ليلة فرحي اتصدمت من اللي شفته في الشقة. اول ما روحت انا وجوزي الشقة، مش عايزة اقولكوا احنا فضلنا واقفين ربع ساعة مصدومين من اللي احنا شايفينه بعينينا ومش قادرين نتكلم. هحكي لكم انا بقى كل الحكاية علشان تعرفوا الموضوع ده حصل ليه. انا لما خطيبي جه يتقدم لي، يعني قصدي جوزي لما جه يتقدم لي، كانوا اهلي مش موافقين قوي، وبصراحة انا اللي اتحايلت عليهم لان هو كان زميلي في الجامعة، وبصراحة كمان انا كنت بحبه، وكمان هو جبني الباب وظروفه يعني الى حد ما هي مش واو قوي يعني، بس ظروفه الى حد ما هي كويسة. تمام. واتخطبنا وخلاص وجينا ساعة كتب الكتاب. امي لقت امي جابت له وصولات امانة وبتقوله امضي عليها علشان اضمن حق بنتي. فهو رفض يمضي على الوصولات دي، وقال لها احنا اللي بينا القايمه، احنا مش عارفين بعد كده في ايه، يعني احنا مش ضامنين اللي جاي بعد كده هيبقى في ايه، اللي ليكوا عندي القايمه امضي عليها، لكن اكتر من كده انا مش هعمل. فانا قلت لامي بصراحه انتي غلطانه، هو يمضي على وصولات امانه ليه؟ هو شاري عربيه ولا شاري تلاجة؟ وبعدين دي حياة وعشرة عمر، وبعدين انا اصلا مأمنة على نفسي، هروح امضيه على وصولات امانة؟ المهم ان انا رفضت، وهي جت قالت لي لا، يا اما يمضي على وصولات الامانه دي، يا اما كتب الكتاب مش هيتم. وبصراحه انا رحت معانده وجيت قعدت مع بابا وقلت له انا لو ما اتجوزتوش انا مش هتجوز غيره. المهم بقى ان انا جيت اتجوزت غصب عن امي، وامي طبعا ما نسيتش الموضوع ده. المهم ان جه بعد كده العزال، وجم علشان يودوا العزال اخدوا المفتاح من جوزي. قالت له علشان احنا هنروق الشقة وكده وهنفرش الشقة، وعلشان كمان احنا هناخد المفتاح وانت مش هينفع تدخل الشقة غير يوم الدخلة علشان مش تبهدلها. وبصراحة يعني دي عادات عندنا، العريس ما ينفعش يروح الشقة غير يوم الفرح. المهم ان احنا حضرنا فرحنا، والفرح بصراحة كان جميل وكل حاجة كانت جميلة في اليوم، واليوم كان ماشي كويس جدا لحد بقى لما الفرح خلص وجينا روحنا. اتصدمنا من اللي شفناه. لقينا كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة اتفرشت، مفيش حاجة طلعت من الكراتين، حتى الدولاب ما ترصش فيه الهدوم، كل حاجة حرفيا زي ما هي، مش حركوا اي حاجة من مكانها غير انها اتنقلت من هنا اتحطت هنا بس. حتى كمان السرير ما اتنصبش، مفيش حاجة نظيفة، مفيش اي حاجة بجد زي ما بقولكوا كده، مفيش اي حاجة، هو الحاجة اتنقلت من هنا اتحطت هنا وخلاص. فجيت انا اتصلت بوالدتي، فبقول لها هو انتوا ما فرشتوش الشقة؟ فراحت جايه رد عليا قالت لي هو مش ده اللي انت اخترتيه غصب عني مش برضايا؟ اتفضلي بقى ايه استحملي. بصراحة انا وهو ساعتها ما بقيناش عارفين نعمل ايه. رحنا جايين انا وهو، انا قلعت الفستان وهو قلع البدلة، ورحنا جايين عاملين اول حاجة ظبطنا الأوضة، وقلنا خلاص مش مشكلة، احنا بقى كل يوم هنعمل حاجة، وهنرص الانتريه برضو علشان لو في ضيوف جم يباركولنا ولا حاجة يلاقوا يعني الانتريه مفروش ويلاقوا حاجة يقعدوا عليها. وخلاص بقى هناخد يعني هنبتدي بقى ايه ناخد حياتنا واحدة واحدة. بس بصراحة يعني انا متخيلتش ان امي ممكن تعمل معايا كده، خصوصا يعني ليلة فرحي. قولولي بقى لو انتوا مكاني هتعملوا ايه، وهتردوا على اللي امي عملته معايا ده ازاي، ولا كنتوا هتستقبلوه ازاي؟ دي قصة متابعة عندي ومحتاجة رأيكم يعني في اللي والدتها عملته معاها، واتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات بكل ادب واحترام وما نجرحش في حد، علشان يعني احنا هنتحاسب على اللي احنا بنقوله ده. وان شاء الله اشوفكم في قصة تانية قريب، وبرضو نشارك برأينا، وكل اللي عنده رأي في حاجة يقولها، نساعد بعض وناخد برأي بعض ونفيد بعض. اللي عنده اي مشكلة يا بنات يبعتها لي، وان شاء الله اعملها في فيديو زي كده ونفيد بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.